خلي اشوفكم خانة الكريميات عندي. طبعا هذا فحل فاختي اليف، كلش اليف، اشتريتها من سوق البصرة. وهذن جابوا لي زوج كريميات، بقى بس هذا الفحل، ماتت النتية وبقى هذا الفحل. شلت الفحل وخليته ويا ذكر الفختي، اثنيناتهم ذكورة وقاب العرايك. ورا فترة جبت بيض زواجل، قلت خليه، شفت واحد ينام بالعش، قلت خليه ينام جوا، انا ما عندي طيور. حطيت بيض الزواجل، ما انتبهت. ورا 3 ايام صعدت لقيت بيضات ومفقسات الافراخ وما ادري، بس اذب علف وانطماي وما ادري. مفقسات افراخ 2. جيت انا عبالي بيض الزواجل مفقس، شلتها لقيت افراخ 2 وباقيات بيض الزواجل بوحدين. طلع هذا فحل الفختية مزاوج على هاي الحلوة، طلعت هاي نثية مو فحل، مزاوجات ومبيضات وطلعت الافراخ وما ادري. هسه اشوفكم الافراخ مالتهم. قوم الفحل في الافراخ، هذا بيضات الزواجل 2، هذا الافراخ. الفحل الفختية، شوف الافراخ عمر 3 ايام من مفقسات وانا ما ادري بيهن. هذا بيضات الزواجل، وهم بيضات الزواجل شادات. تشوفون هذا فحل فختي اليف. وهاي اللي عبالي فحل طلعت نثيه. بس ايش تقولون؟ اشيل بيض الزواجل واخليهن على الافراخ مالتي لو باقي بيض الزواجل. شوف رجع، شوف انه ابوي يدني البيض شلون يحضنها، شوف شلون يحضنها، شفتوا شلون يدني البيض. راح ابقي بيض الزواجل جواهن، واذا فقسها انا اشوف الانصرفه. حياكم الله.